الكونت دي صبري، الكابتن محمد صبري، اسطوره من اساطير نادي الزمالك. عاوز تعرف ليه جمهور الزمالك بيعشق الراحل الكونت دي صبري؟ اقول لك انا. الكونت دي صبري هو بيمثل الزمالك، وبيمثل الظلم اللي بيتعرض له نادي الزمالك، وبيمثل الظلم اللي بيتعرض له كل اساطير نادي الزمالك. انا هحكي لك موقف واحد بس حصل مع كابتن صبري في عز تألقه. كان الزمالك بيلعب الاهلي، في اول 4 دقايق الحكم حسب طرد مباشر على الكابتن ايمن عبد العزيز. كابتن محمد صبري شاور ساعتها للكابتن فاروق جعفر وقال له انا مش هقدر اكمل الماتش وغيرني. وساعتها جت اوامر من رئيس مجلس اداره نادي الزمالك دكتور كمال درويش للكابتن فاروق جعفر انه ما كملش الماتش، والزمالك انسحب. وقتها بلغوا الكابتن محمد صبري لاتحاد الكوره بحوالي التحقيق، وقعدوا يحققوا معاه 5 ساعات. وفي ال5 ساعات حس الكابتن محمد صبري ان هم عايزين يشيلوه ليله ويقفوه. قال لهم اللي عايزين تعملوه معايا اعملوه. وتعرض لعقوبه ما اعتقدش ان في حد تعرض لها في الدوري المصري قبل كده. توقف سنه عن ممارسه النشاط، واضطر ساعتها ان هو يروح يعترف في الخليج. وساعتها برضو الزمالك احتاجه وقطع اعارته، وجه لعب مع الزمالك، شارك في المباراه اعتقد كان ضد النجم الساحلي. من بعدها محمد صبري الله يرحمه ما جاش لقدام، وبطل كوره بسبب الموقف ده. فهل في حد من لعيبه النادي الاهلي او اي نادي في الدوري تعرض للي تعرض له الكابتن صبري؟ لا. القصه كلها ان ده كان نجم زملكاوي وعمره ما هيسيب الزمالك، فنعمل فيه ايه؟ نضمن مستقبله. عشان كده سيظل كابتن الكونت دي صبري اسطوره من اساطير نادي الزمالك، وبيمثل نادي الزمالك في كل اللي بيتعرض له من اول ما اتنشأ النادي لحد دلوقتي. ربنا يرحمك يا كابتن ويصبرنا على فراق.